السلام عليكم اخواتي، ونتمنى ان شاء الله قاع تكونوا بخير وصحتكم لاباس وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم معكم وصفه تاع نيسلي كراميل، صنع منزلي. راكم تعرفوا الكراميل السعر تاعه راه طالع بزاف والكميه قليله. هنايا فضلت باش ندير معكم وصفه تاع نيسلي كراميل في الدار، وصفه ناجحه والبنه تاعها تجي ولا اروع. شغل راكم تاكلوا في الكابريز. قعدوا معايا تشوفوا الطريقه. طريقه سهله بزاف، مكونات اقتصاديه متواجده في كل بيت. المقادير: عندنا كاس تاع السكر، كاس تاع الحليب مغرف ماشي معمره مليح تاع المايزينا، ومغرف تاع المارغرين ولا زبده. ندو كاسرول ولا طاوه تكون ناشفه ما يكونش فيها قدره تاع ما، نحطوا فيها الكاس تاع السكر، نحطها على نار هادئه، نخلو السكر تاعنا يذوب، ونحركوا السكر تاعنا خضره على خضره بمغرف تاع خشب. ما ديروش مغرف تاع اينوكس، ديروا مغرف تاع لوح، قعدوا تحركوا في السكر تاعكم. والنار قلت لكم تكون هادئه ضروري. الا بغيتوا الكراميل تاعكم يجيكم بنين ويجيكم ناجح، قعدوا وقفوا عليه، ما تخلوش وتروحوا السكر تاعكم ينحرق لكم ويعطيكم طعم تاع الكراميل مر، ما غاديش يعجبكم. بصح لو كان توقفوا عليه تقعدوا تحركوا فيه والنار هادئه غادي يجيكم ولا اروع، يجي قلت لكم بنه الكابريز. وجربوه وردوا عليا. هنايا السكر تاعي راه بدا يذوب، راني خضره على خضره نجي نحركه. وكي تشوفوا هكا السكر هذاك درته كتولات ولا بالمغرف تاع الخشب هذيك، نقعدوا كشغل تدقوا فيه تحلوا فيه حتى لي يذوب لكم. ما تتقلقوش عليه، خذوا راحتكم في الطريقه، نقصوا له النار وخلوه. هنا السكر تاعي راه داب، وغادي نوصيكم على حاجه. السكر تاعكم خلوا اللون تاعه كيما هكا ذهبي كراميل، ما تخلوش اللون تاعه يجي غامق، يجي لونه ما يعجبش، يجي كلي محروق. قلت لكم خلوا اللون تاعه فاتح. هنا كي داب لي السكر ضفت له المغرف تاع المارغرين ونقعد ندوب فيها في السكر. هذه طريقه سهله وكاع الاخوات يقدروا يحضروها، خاطرش مقاديرها متواجده في كل بيت. انا فات من قبل كنت درت لكم وصفه تاع كراميل، كنت نحط لكم الوصفه تاعها في صندوق الوصف، وهذه طريقه تانيك سهله. هذا الكراميل تقدروا تجهزوا به الحلويات، راكم عارفين السعر تاعها راه غالي بزاف، وما تقدوش تشرو سورتو الا درتو شحال من نوع تاع كراميل. شرو هذا حضروا هذه الوصفه سهله. هنا درك غادي نضيف الكاس تاع الحليب ساخن. هنا الكاس تاع الحليب درته في طاوه خليته يحمى، نضيفوا على الكراميل. هنا تبغوا تضيفوه بارد، بصح من الاحسن يكون ديروه ساخن. السكر تاعكم بالخف يعاود يذوب. هنا كي ضفت لها الحليب راكم تشوفوا السكر يولي يتحجر، بصح نقعدوا نحركوا على نار هادئه، نحركوا 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 حتى الروحه يعاود يذوب. وكي تكونوا دايرين الحليب حامي ساخن، بالخف السكر تاعكم يذوب لكم. هنايا عندي ديك المغرف تاع المايزينا اللي وريتها لكم على المقادير، حليتها في زوج مغارف تاع حليب بارد. كي نشوف السكر تاعي عاود داب لي، نضيف ديك الكميه تاع المايزينا مع زوج مغارف تاع حليب. هنا راني ضفتها ونقعد نحرك فيها بالملعقه تاع الخشب على نار هادئه، نحرك 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 حتى لي نشوفها انحلت وتخلطت مليح، ونشوف الكراميل تاعي كي نشوفه بدا يعقد نطفي عليه. هنا الكراميل تاعي راه بدا يعقد كيما راكم تشوفوا، ما من اللون تاعه راه ولا كيما راكم تشوفوا راه لامع. يجي بزاف شباب هاد الكراميل، صدقوني والله العظيم لا يجي شباب بزاف. هنا كي نشوف الكراميل تاعي بدا يدير في الفقاعات ويغلي، نطفي عليه النار. هنا مباشره كي نطفي عليه النار حطيته وندي البراميكسور. مادام حامي بالبراميكسور نعاود نطحناه نفوت عليه باش نتحصل على كراميل يكون رطب ويكون خفيف، اي تكتلات تكون فيه نحلها نطحنها.
كي كملت طحنته بالبراميكسور، عاود نفرغه في صحن، في طبسي ولا غرفيه ولا زلافه، ولا تبغوا ديروه في علبه تاع زجاج، لا بغيتو تحتفظوا به، بصح لا بغيتو تخدموا به في داك النهار ديروه في طبسي هكا يكون شويه عريض وخلوه يبرد. كيما هنا راكم تشوفوا هاد اللمعان وهذا راه عاد حامي، كتشوفوا في النتيجه راه عاد حامي. درك انا ما غاديش نستعمله ساخن، نخليه حتى لي يبرد لي مليح ونستعمله في الحلوى. غادي ندير به كاطو، ندير به كاطو تاع الطاغتولات معمرين بالكراميل وشويه مكسرات. درك نديره على جهه يبرد، نخليه على جهه يبرد مادامكم تخلوه يبرد مليح وانتم تتحصلوا على نتيجه مليحه. هنايا بعد لي برد لي كيما راكم تشوفوا راه برد تماما، يقعد خفيف ويقعد رطب، ما يتقالش، ما يجيش ثقيل، يجي كيما اللي يتبه، يجي كيما النوعيه الشابه تاع طوفيا. وهذا صنع منزلي ومضمون ومقادير اقتصاديه تعطيكم كميه مليحه، قد لي تخدموا بها كميه مليحه تاع حلوى. وان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم، ولا عجبتكم سجلوها عندكم، احتفظوا بها، خدموا بها ان شاء الله في العيد الحلويات. ولا عجبتكم الوصفه بارطاجوها مع حباباتكم وصحاباتكم. الى اللقاء في وصفات اخرى، مع السلامه.